صبايا احكولي انتو كيف بتساووا الفروج لما بتساووا الكبسة، كيف تعملوا الفروج الطريقة كيف. شوفوا طريقتي انا كتير بيطلع طيب. انا هون بالاول ضفت معلقتين سمنة، والفروج غسلته طبعا، حطيت له الخل شوي وليمونة عصرتها كلياتها لما عم بغسل الفروج شوفوا بصير ابيض مثل التلج، وبتروح منه ريحة الزنخة، ما بيضل زنخ نهائيا. عن جد لما بتاكلوا الفروج ما بتحسوا بطعمة زنخ او هيك، كتير بتطلع الطعمة طيبة. هاي انا هلا بدي ساوي الكبسة، عم ورجيكم طريقتي بالفروج كيف بساوي. هون ضفت المعلقتين السمنة بالاول، وفي عندي هون بصلة، كم قطعة جزر، ليمون مجفف، عندي قرفة هون، وكم حبة قرنفل كمان، وعندي هون ورق غار. هيك انا بسلق الفروج لما بساوي الكبسة تطلع طيبة وطيبة كتير. عن جد بنصحكم تجربوها، واعطوني طريقتكم انتو شو بتضيفوا كمان لحتى يطلع الطعمة طيبة اكتر. هون بعد ما دوبت السمنة بدي اضيف الفروج، هدول الشغلات المزففة كلياتها بدي اضيفها معهم، بدي هوس شوي على الفروج. صبايا طبعا انا هي الطريقة اخذتها من الشيف عمر، عن جد التوابل هدول الشغلات الجافة تطلع ريحتها كتير تطلع طيبة. عن جد ما بيضل اي ريحة زنخ بالفروج اذا بتغسلوه بالخل وبالليمون. وكمان يعني الخل بيخلي الفروج يستوي يعني وقت اسرع، ما بيخلي يعني بساعتين وهيك اكتر، يعني تقريبا ساعة بيكفي لسلق الفروج، كترت ساعة ونص مو اكتر. وهيك بعد ما صار بهذا اللون عنا الفروج بنضيف عليه مية المفلترة طبعا. صبايا اكتبولي بالتعليقات انتو كيف بتساووا طريقة الفروج مشان الكبسة، بتساووه عادي بتسلقوه مثل اي طبخة ولا عندكم طريقة لحال؟ لا تنسوا تروحوا تشتركوا بقناتي اليوتيوب، بنشر فيديوهاتي عليها، وتكتبولي بالتعليقات طريقتكم انتو، تشتركوا بقناتي وتحطولي لايك، وشكرا لكم كتير. صبايا نسيت خبركم انه انا ما بضيف الملح، قبل ما تستوي اللحمة بشوي بضيف الملح.